كاميرا فوق. مساء الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه لاباس. وجدت واحد الخبز ديال دقيق القمح كامل مع الحبوب، 5 الحبوب اللي ضفتي، خصوصا دابا هاد الوقت هذا، هاد الفتره هذه كاين البارد، وهذا الانسان خاصو ضروري يساعد راسو. هذا خبز صحي، كذلك الحبوب اللي عطيتكم يعني مزيانه للصحه، مزيانه للبرد، مزيانه للزكام، يعني بزاف د الحوايج مزيانه لهم داك الحبوب اللي ضفت في الخبز. شوفوا هانتوما شوف، خبز صحي دقيق القمح كامل، يعني ما مغرمل ما والو، غير يجي ولدك مثلا من المدرسه، غير خبيزه بحال هكا، شفتوا؟ غير خبيزه بحال هذه توجديها لولدك، وديري فيها اللي بغيتي ديري الكونفيتير اللي بغيتي ضيفي في هذا الخبز هذا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، كله حبوب، راه الداخل ديالو كله حبوب ما شاء الله. شفتوا؟ ساندويش بهذا خبز صحي 100%، والانسان خاصو ضروري ينقص بشويه من يعني من الخبز ديال الزنقه وماكله ديال الزنقه. يلا اجي ندوزو الطريقه يعني والمقادير ديال هذا الخبز هذا، ونتمنى اللي ما دارش الاشتراك يدير الاشتراك الخط، الله يجازيكم بالخير. يلا بسم الله ندوزو الطريقه ديال العجين ديال هذا الخبز هذا. ندوزو الطريقه ديال هذا الخبز هذا الصحي 100%. عندي حبه حلاوه ونافع، شفتوا؟ عندي الحبه السوداء، عندي جنجنان يعني سمسم، عندي كمون، عندي زرع الكتان. في هذا الشتاء ضروري ناكلوا الاكل الصحي، وهاد الحبوب كتساعدنا يعني كتحمينا من البرد وكنتم عارفين. انا ما كنكثرش الملح في العجينه ديالي، كندير غير قليل من الملح. كذلك عندي الخميره المعجونه، عندي انايا 3 الزليف ديال الدقيق القمح الكامل. شوفوا انا راني ما غربلتو ما والو، يعني كيف جبتو من طاحونه كنخدم به. بسم الله. واش عرفتوا من كنديروا هاد الحبوب هذا والخبز ملي كيكون في الفرن كيطيب على ريحه كتخرج منه، يعني ريحه زوينه بزاف، يعني رائعه وروعه فنه، غتعجبكم بزاف. ونستمر بحال هكا تنجمعها. تكثروش ليها الماء، لان القمح راه ما كيشربش الماء بزاف، يعني كنتمو غاديين غير بشوي تنجمعوه كامل. ونستمر بحال هكا تنجمعها. بعد ما جمعناها، شوفوا هاد الدقيق ديال القمح هذا شنو كيبغي بحال هكا. هاد العجينه ديالته ما كيبغيش يتدلك، كترشي وكتضربي بالكعب كيف كتقول امي الله يرحمها، بحال هكا كنرشو بحال هكا، كترشي بحال هكا وكتبقاي خدامه بحال هكا، كيبغي الكعب بحال هكا. هذه هي العجينه ديال دقيق القمح، هذه هي العجينه ديالته بحال هكا. خدموا وكنرش. كتبقاي تخدمي بحال هكا حتى كتحسي بالعجينه تعجنات وتقادات ططو بحال هكا. كنستمروا في الاخر كنخليها ترتاح، ومن ترتاح كنلولب وكنقرصها، وما كيبغيش يخمر بزاف. الا خمر بزاف ما كيجيش الخبز، يجي الخبز شويه يابس. وما ترقوش بزاف في التقراص. بحال هكا غنستمر بحال هكا حتى تقاد ليا العجينه ديالي، ونخليها ترتاح واحد 15 دقيقه، عاد نلولب ونبدا نقرص. بعد ما جمعتها غادي نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه، وغادي نلولب نخليهم يرتاحوا ونبدا نقرص.
شفتوا. غنخليها ترتاح واحد 15 دقيقه. بعد ما خليتها تركتها ترتاح واحد 15 دقيقه، الان غنشكلها كويرات. شفتوا انا غنشكلوها كويرات. شكلتهم كويرات كذلك بدقيق القفل كامل. شفتوا هادو كويرات هما 3 درتهم هنا في هاد المقله، وهذا والان غنخليهم يرتاحوا. من يرتاحوا غنقرصوه ونخليهم كذلك يخمروا. من يخمروا نبداو نطيبوا فيهم. شفتوا يعني ما كاين ما احسن من الخبز الصحي. شفتوا يعني بدقيق القمح، يعني اللي بغى الصحه ديالو. بعد ما ارتاحوا شفتوا انا قرصتهم غير هنا بلاصتهم، يعني انا راه ما هزيتهم ما حركتهمش من بلاصتهم، يعني غير قرصت غير واحد شويه بصبعي بحال هكا، هبطتهم واحد شويه، لان دقيق القمح يعني العجينه ديال القمح ما كتبغيش تكرص بزاف، يعني وخليتهم في بلاصتهم. شفتوا والان غادي نخليهم يخمروا وملي يخمروا نطيبوا. بعد ما خمر وطيبناه في الفران كذلك شرطته غير بهذا الموس بحال هكا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي زوين من داك الشرف. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي زوين، كيجي زوين من داك الشيء رفيع ورطيطب. ما تقرصوش بزاف وما تخلوش حتى يخمر، الا خليتوه حتى يخمر ودخلتوه فران غيجيكم يابس. دابا ها نتوما شوف ما قرصتوش بزاف وما خليتوش حتى يخمر. شوفوا كيفاش كيجي تبارك الله ما شاء الله عليه، كيجي روعه وكيجي فن 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 فن. ها شوف ما شاء الله كيفاش كيجي زوين بزاف. يلا نتمنى يوصلكم هذا الفيديو تكونوا في احسن حال يا ربي. واللي ما يديرش الاشتراك يدير الاشتراك لختو. راه كنوجد لكم غير وصفات صحيه، هذا راه خبز صحي 100% ومزيان حتى لوليداتكم كاملين يجوا من المدرسه. يلا وشكرا لكم ومع السلامه.